بسم الله والسلام على رسول الله. اهلا بكم اصدقائي المشاهدين في فيديو جديد. اولا مبروك للوداد الفوز على سيمبا بركلات ترجيح. راح نشوف اليوم ملخص، ما تشوفش المباراه مباشر. مبروك للوداد المغربي التاهل لنصف نهائي دوري ابطال افريقيا بطل النسخه الماضيه. فهل يكرر الوداد الانجاز ويفوز بدوري ابطال افريقيا للمره الثانيه على التوالي؟ عنده خصوم شرسه الله اعلم. اليوم راح نشوف الملخص، ولكن قبل بدايه الفيديو شباب لايك شير سبسكرايب. شكرا. خلينا ننقص الصوت شويه وخلونا نستمتع بالمباراه. نعم جمهور الوداد كالعاده حاضر وبقوه. والله شباب ما شفت ولا شيء. انا عارف ان النتيجه انتهت 1-0 لصالح الوداد وانتهت بركلات. هذا وش اسمه اللي كنا نتفرجوا فيه واحنا صغار؟ قلت اني ما شفتش ولا شيء. انا عارف النتيجه وعارف ركلات انها انتهت بركلات ترجيح، ولكن ما شفت لا الاهداف ولا ركلات ترجيح. والله ما شفت ولا حاجه. فيلا نشوفها، مع اني مش متابع الكثير للوداد المغربي، ولكن بما انه تاهل فلازم نبارك له ولازم نفرح مع الجمهور العظيم هذا. في النهايه نبقى اخوه كلنا، سواء جزائري او مغربي او مصري او سعودي او تونسي او اي بلد. يا اخي اعطينا المباراة، خلينا نشوف الماتش. نتيجة المباراة الاياب انتهت 1-0 لسيمبا. خروج حارس المرمى في مباراة القيام، نتيجة ملغومة جدا. طبعا الوداد لازم يدخل المباراة بقوة، لازم يدخل المباراة بقوة. خلينا نشوف. ورد بالك، رد بالك. نعم اي والله راح نقولها يتجرأ، كأنه سيمبا هو اللي قاعد يهاجم، المفروض نحن اللي نهاجم. يلا روح يا وحش. اوي يا هايلة والله هايلة. كانت في المرمى كانت هدف. لو كانت في المرمى بين الخشبات الثلاثة كانت هدف. يلا روح يا وحش، روح يا وحش، روح يا وحش، روح يا وحش. اتوقع الحكم صفر خطأ. والله صراحة لا اعرف حتى اسماء لاعبي الوداد، ولكن اذا في مباريات الوداد او مباريات تاريخية تحبوا تصوروا عليها ردة فعل ارسلوها لي في الانستغرام ولا اكتبوها في التعليقات. الان بدا الوداد يدخل في المباراة، الان بدا الوداد يدخل في المباراة. لا جاء من اجل زورا يرتقي على يلا الركنيه. داخل منطقه الجزاء. التوزيعه كانت سيئه. اوه الهدف، الهدف. هذه كيف دخلت الحارس؟ والله غريبه كيف دخلت الحارس. ضربها بالراس من مسافه تقريبا من نقطه ركله الجزاء ودخلت هدف. يا سلام عليك، والله يا سلام عليك. والله يستحق الهدف، التقدم. هذه المفروض بطاقة حمراء، هذه بطاقة حمراء، هذا ضرب متعمد. رد بالك يا الحارس، رد بالك يا الحارس. الدقيقة 30 اتوقع هنقول المنتخب الوداد سجل قبل الدقيقة 30، فكيف المباراة انتهت 1-0؟ يعني باقي فيها وقت كثير. يلا واضرب يا الله. شوف الحارس السهلة ما جابهاش والصعبة جابها. الحارس السهلة ما جابهاش والصعبة جابها. والله واضح انه هذا مهاجم فتاك للوداد، واضح انه مهاجم فتاك للوداد هذا الاسمراني هذا. ما شفناش تقريبا ولا فرصة لسيمبا على المرمى. رد بالك كانت قريبة. لا يا المطيع، لا يا المطيع. والله كانت قريبة. هذه الصور لا نريد ان نراها. وش هذا؟ يعني لا تناقش. ومكانه في نادي الوداد لا ام لا؟ لا ملعوبه الكره، ملعوبه عند الكره. سيف الدين كانت ضعيفة. سيف الدين بوار الحارس يحيى هذا ما تكلمت عنه. رد بالك يا الحارس. تقريبا بعد ما سجل الوداد الهدف امامك المرمى يا صامبو، هل كان فيها شيء؟ امامك المرمى يا صامبو. في النهاية طالت. لا اتوقع يعطيك ضربة جزاء على هذه، ولكن قلت بعد تسجيل الوداد للهدف تحس انه الماتش متكافئ نوعا ما، يعني ما فيش سيطرة للوداد او لسيمبا على المباراة. الشوط الاول انتهى 1-0 للوداد.
ضيعت والله كان يحسم الماتش، كان يحسم فيها اللقطة هذه الماتش. هايلة والله هايلة، ولكن للأسف ضاعت. خذي كيف ضيعها، روح. متسلل. والحكم يرفع الراية. الحكم يقول متسلل. داخل بقوة الوداد في الشوط الثاني، داخل بقوة الوداد في الشوط الثاني. هذا خطأ واضح. جاب ضربة حرة. ويا جماعة الكرات طولية في دار المدافعين. امشي يا سيف الدين. لا الظاهر موجود. الحكم قال ضربة جزاء، لكن اتوقع رجع للفار وما عطاش. نعم. والله الفار قتل متعة كرة القدم صراحة. يلا واحدة اضرب. بعيدة. ولكن سيمبا تقريبا ما عندوش ولا فرصة على مرمى الوداد تماما عن مرمى المطيع. شوف المطيع، انا يعجبني في المطيع هذه المسألة انه يتواصل مع اللاعبين، يعني بين قوسين. يعني المطيع حتى الان يقوم بهذا الدور. والله الوداد افضل بالمجمل لحد الدقيقة 67. الوداد افضل. يخرج وناجم سيلعب كجناح ايمن عبد الله حيمون. الوداد صراحة والله قدم مباراة افضل من نادي سيمبا والله صراحة، يعني مش لانه عربي، ولكن الوداد كان افضل. كان ممكن الوداد ينهي المباراة في 90 دقيقة ولا يروح للأوقات إضافية ولا ضربات جزاء. يعني هذا تشوف ركلات ترجيع، ودخلنا في ركلات الترجيع على طول. اوكي بداية سيمبا. سجلها. إذا الفريق التنزاني دائما اللي يسجل الاول، اللي يشوت الاول ويسجل. يا سلام عليك. في احصائيات تقول انه اللي يسجل الاول، اللي يضرب الاول ويسجل دائما يفوز. ولكن الوداد قال له لا يا حبيبي، لا. يلا يا وحش، يلا يا ايوب. يا سلام عليك وعلى الاعصاب اللي عندك. يلا الحارس جيب واحدة يا وحش، جيب واحدة. المطيع، يا سلام عليك، اسمه المطيع حارس الوداد. اضرب بالقلب. هذه ضربة بالقلب مش بالرجل، ضربة بالقلب. يلا جيب الثانية. اوكي هو جاب واحدة، يعني الحارس جاب واحدة خلاص، الداخل كله على اللاعبين. اتوقع سجل هذه نتأهل. يا سلام عليك يا عبد الله. يلا المطيع يا وحش، والله وحش. اوكي بدنا في الخياطة. انتهى الملخص شباب. صراحة والله الوداد كما قلت في الفيديو كان ممكن يحسم المباراة في 90 دقيقة. لا يروح لك ركلة ترجيح ولا شيء. الوداد كان أفضل في المباريات. مبروك للوداد مرة أخرى. نتمنى التوفيق للأندية العربية في البطولة، مع أنه عندنا مباريات كثيرة بين أندية عربية، ولكن نتمنى التأهل للأفضل. ونتمنى الفيديو يعجبكم. إذا عجبكم لايك شير سبسكرايب. نشوفكم في الفيديو الجاي إن شاء الله، والسلام عليكم.